كان فيه ولد صغير فقير جدا بيبيع الجرايد في الشارع علشان يقدر يدفع مصاريف مدرسته. وفي يوم من الأيام جاله جوع شديد، معدته بتصرخ ومفيش معاه ولا مليم. قرر يخبط على أول بيت يقابله ويطلب أكل، بس الناس كانت بترفض، واحد ورا التاني بيقفل الباب في وشه، لحد ما فتحت له بنته بسيطة بابتسامة دافية وسألته: عايز إيه يا حبيبي؟ قال لها: معلش، أنا جعان جدا، ممكن شوية أكل؟ دخلت البنت وجابت له أكل ومية، وكأنها أنقذته من الموت. ولما حاول يديها فلوس بسيطة كان معاه، رفضت وقالت له: خليهم ليك يا بطل. مرت السنين والبنت كبرت، لكن جالها مرض خطير، وكل الأطباء رفضوا يعالجوها، إما لعدم توفر الأمل أو لأن معهاش فلوس، لحد ما راحت لأكبر دكتور في المدينة. الدكتور قرر يعالجها، وفضل شهور ما بين تحاليل وأدوية ورعاية، وفي الآخر خفت البنت. ولما وصلها حساب المستشفى كانت مرعوبة، مش قادرة تدفع. لكن لما فتحت الفاتورة كانت الصدمة، كان مكتوب: تم الدفع بالكامل بدعوى من طفلك الجائع اللي أطعمتيه زمان. كان هو الولد الصغير اللي بقى دكتور كبير. ورد الجميل بأجمل طريقة. ولو أنت مؤمن إن الخير بيرجع، اعمل لايك للفيديو واكتب في التعليقات: استغفر الله العظيم.